سو حبايبي وصحباتي، اهلا بكم في يوم جديد ومغامرة جديدة. النهاردة احنا مكملين جولتنا في شوارع بغداد، ولكن فكرت ليه ما اجيش وافرجكم على الحياة الليلية والمولات هنا في بغداد. النهارده بادين في مول بابلون. احنا كده دخلنا على الساحه العامه هنا، ناس بترقص ومهيصه ولسه شجره الكريسماس متعلقه. اي نعم احنا اوريدي في سنه 2022، ولكن عادي لسه دايما بيبقى فيه بواقي شجره الكريسماس. نكمل جولتنا ونخش دلوقتي جوه المول لان انا مش سامع نفسي حقيقه. وكده احنا اوفيشلي دخلنا بداخل اراضي المول. حاجه الصراحه هتاخدني وقت على ما زي ما تقولوا كده فعلا الاحظ ان انا في بغداد، لان الكافيهات هنا زي اكني بالظبط موجود في شوارع اسطنبول. هتلاقوا كافيهات اهي مودرن، الناس اللي قاعده فيها متشيكه على الاخر. ولو بصينا ورانا في سلالم نازله تحت، الظاهر ان في سوبر ماركت تحت الارض. وعادي وانتوا بتتمشوا في المول تلاقوا مستر جيري من توم اند جيري. وفي الدور الارضي او تحت الارضي في زي ما تقولوا كده بازار تراثي عراقي. حاسس ان انا دخلت خان الخليلي. الله الله الله، شارع ابو نواقس. اوه كده احنا دخلنا على منطقه فيها سجاجيد اكتر شويه، ممكن يكون سجاد. السلام عليكم. ده السجاد ايراني ولا سجاد عراقي ولا مشكل ها؟ واو. وهي دلوقتي في اخر دور تحت في المول. دخلنا زي ما تقولوا كده مكان قهوه تركي هو المفروض، ولكن اتعرفنا على شباب لطيف جدا شغالين هنا، حتى رضيوا ان هم يتصوروا معانا ويوصفوا لنا المكان. هنا هو مكان بيبيع زي ما تقولوا كده حلويات، معظمها حلويات تركي اللي هي التركيش ديلايتس والقهوه التركي. مكان له فايب لذيذه جدا، والحلو انه اللي شغالين هنا كلهم شباب، يعني من سن ال 18 ل 23. انتوا اصغر حد فيكم قد ايه؟ 2003 يعني عندك 19 سنه؟ 18 وهو 23 اكبر واحد. 98. ايوه انت اكبر واحد. واو كلكم يعني بين 18 و 23. يلا اتشرفت بيكم. تأمروني بحاجة؟ لا على الانستجرام بقى نتكلم ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وبكده نكون خلصنا جولتنا في البازار الثقافي. دخلنا مقهى تركي، شفنا سوفينيرز عراقية، في حتى ورايا هنا شوية ما صورتهمكمش. كان في كل حاجة يعني في البازار التراثي، ما فيش حاجة تقريبا صنع يد هنا في العراق مش محطوطة على العرض، فأجواء لطيفة جدا. وبكده نكون دخلنا إلى الدور الثاني هنا في مول بابلون. مول زي ما تقولوا دور أهدى شوية من اللي تحته. وكده نعتبر دخلنا شوية على المنطقة اللي فيها ماركات عالمية أكتر شوية. أي نعم بارادايس مش ماركة عالمية، ولكن أكيد كتير منكم يسمع عن أديداس الشهير. ده ب 99 دولار. معرفش ليه الأسعار مكتوبة بالدولار، يعني الأسعار هنا بتتكتب بالدولار بس بالماركات ها؟ يعني ليفايس وأديداس والحاجات دي بالدولار على طول، بينجزوا الأسعار. ده هنا مثلا بص على البنطلون 89 دولار، يعني الطقم كله على بعضه مثلا ب 190 دولار. حبيبي فرصة سعيدة جدا. احنا نسعد هنستناكم في مصر. ماشي. سيف تامر نجم اليوتيوب. زي تامر حسني، زي رامز جلال. زي رامز جلال انكسر سوقه بقى سيف تامر. حبيبي حبيبي والله. فرصة سعيدة يا شباب، مع السلامة. شباب لطيف جدا. طول ما احنا ماشيين عمالين نتعرف على ناس هنا في العراق. الحلو ان هو يعني مثلا في اوروبا لما الواحد بيمشي بكاميرا بيبقى مستريح، لان زي ما تقولوا كده في اوروبا محدش بيتدخل قوي في التصوير. هنا يعني نفس الحاجه بالظبط، ولكن الفرق ان الناس عايزه تتدخل في التصوير وعايزه تتصور معاكم وعايزه زي ما تقولوا كده تتكلم قدام الكاميرا وتعبر عن نفسها، فده احساس احلى كمان. الصراحه منظر رائع. لو خدتوا بالكم هنا عادي شباب وشابات خارجين مع بعض، في ناس جايه اجواء عائليه خارجين كعائله، في شباب زي اللي احنا قابلناهم جايين يخرجوا سوا ولدين او ثلاثه مع بعض، في كل حاجه. يعني صراحه حياه ليليه هنا
اكتر بكتير مما كنت متخيله. ونسيب الساحه هنا ونودع ليفايس وكاتربيلر اللي هم ماركات عالميه طبعا زي ما كتير منكم يسمع عنهم. بقيه المحلات زي ما تقولوا كده محلات عائليه اكتر شويه، مش براندز انترناشونال. وملاحظ ان في بوثs كتيره، هم هنا زي ما تقولوا كده مستغلين كل حته صغيره عشان يعملوا بيزنس. فالدنيا حيويه اكيد، عشان الواحد يعمل اكشاك كتيره كده صغيره اكيد الاقتصاد مزدهر. يعني عاده انتوا عارفين مثلا في بلادنا لما الحاله الاقتصاديه تقل تلاقوا البوثs اللي في نص المول دي هي كمان بتقل، لان مش اي حد يقدر يفتح بيزنس صغيره في مكان الايجار بتاعه غالي. كده احنا نكون خلصنا الدور الثاني من المول، نطلع ونشوف الدور الثالث فيه ايه. كده احنا وصلنا الدور الثالث. لو خدتوا بالكم في ديب اند ديب ده محل مشهور قوي عندنا في مصر، بيعمل وافلز وكريبس وقهوه وكل حاجه. وفي براند انا الصراحه ما اعرفش يعني ما دخلتوش قبل كده بس بشوفه على طول، وهو معروف محل ياباني اسمه ميني سو، بيبيع بقى كل حاجه اكسسوارات صغيره والحاجات اللي هي بتبقى براكتيكال اكتر شويه. الظاهر ان احنا هنا دخلنا في منطقه مش اكتر منطقه حيويه في المول، ولكن ما زالت محافظه على رونقها. في محل ساعات مثلا ورايا، نكمل جولتنا. الناس هنا بتيجي تتصور، الظاهر ان في زي ما تقولوا فوتو سيشن بتحصل في المنطقه دي. زحمه جدا النهارده، معرفش هل كل يوم كده، النهارده يوم خميس فطبيعي ان الاجواء تكون زحمه، ولكن من اللي انا سمعته ان هو كل يوم الموضوع هنا كده، كل يوم الدنيا زحمه وحيويه. وكده احنا دخلنا على منطقه الفود كورت، في محلات فراخ، في محلات لحمه، كل حاجه موجوده، في وافلز برضو. لسه كنت قاعد مع زميلتي هنا في الفود كورت، وفي واحد عراقي جه اوت اوف نو وير كومبليتلي، جه معرفش جه من فين، ولكن جاب لنا الاثنين دول وقال لي اهلا بيك في العراق بلدك الثاني. الصراحه شعب دائم المفاجآت، يعني طوال وجودي هنا الصراحه الناس فاجئتني. احنا كده في الدور الخامس، وهي زي ما تقولوا كده اركيد، في ملاهي الناس بتجيبها. سيف تامر، سيف تامر بالتاء من مصر. من مصر حبيبي. نكمل هذه الجولة. زي ما قلت لكم حتى الاطفال هنا مرحبه. هنا زي ما تقولوا اجواء عائليه اكتر شويه، كل واحد جايب ابنه وعايز يبسطه يوم الخميس بالليل بعد اسبوع الشاق من العمل، وبعد اسبوع بعيد عن البيت مركزين في الشغل. حلو ان الواحد يجيب ابنه هنا يخرجه في الاركيد. في هنا زي ما تقولوا مساحه كبيره كده للاطفال انها تخش وتلعب فيها، مساحه ضخمه من اول هناك لحد الاخر هناك. اجواء رهيبه، اجواء مزدحمه. انا مش قادر اتخيل لو ده من المولز الصغيره هنا اكبر مول شكله عامل ازاي، لان الصراحه كده كتير شويه يا بغداد. عادي كاجوال جدا، 2 ديناصورز بيتمشوا هنا في الاركيد. وغير طبعا الديناصورات اللي بتتمشى، في برضه هنا شو رقص سريع قدام الاطفال. وبكده نكون خلصنا جولتنا السريعه في احد مولات بغداد. ده يعتبر مول مش اكبر مول في بغداد ولا حاجه، ولكن زي ما تقولوا كده مول حيوي. اتفاجئت، فحياه ليليه فعلا حيويه جدا هنا في العراق. هضطر ان انا اودعكم هنا عشان استمتع بالاجواء الجميله والرهيبه دي. فكالعاده استنونا بعد كام يوم في فلوج جديده ومغامره جديده. Until then, take care, safe.